ايه اكبر حاجة واهم حاجة انت اتعلمتها ماشي بيها في حياتك دلوقتي؟ سيب نفسي. ريزيستنس متعب. تسيبي نفسك للطريق اللي ربنا عامله. بديفلوب، بعمل. بس الريزيستنس يعني هو طب ليه؟ طب ما كنت عملت، طب ما كنت. ده بجد بيكونسيوم طاقة ووقت، وممكن ينكد عليكي مثلا فترة من الزمن وفي الآخر مش هيتغير. مش هيتغير. يبقى أنا أعمل إيه؟ أسرندر بمنطق. يعني آه الواحد كان بيريزست كل حاجة، كل شيء. يعني أنا حتى باقعد أستغرب باقول هو أنا ليه كنت باعمل كده؟ ولمّا أشوف الteam بتاعي دلوقتي مثلًا بيتكلموا أقعد أضحك، أقول له على فكرة أنا كنت زيك كده، فأنت لو لحقت نفسك في وقت من الأوقات هيبقى أفضل بدري، يعني كل ما تلحق نفسك بدري. لأن الresistance وإنك تدخّل دماغك في كل حاجة صح ومش صح. صح إنك أنت تدخّلها في الحاجات المنطقية، الحاجات اللي لازم محتاجة منك تشغيل دماغ، لكن في أقدار ربنا سبحانه وتعالى وفي الbattles اللي في الحياة. وهي دي خلي بالك برضه بتبقى فيها مشكلة في الميكس اب. يعني الناس مش عارفة هو ده حقيقي من ربنا والّا ده أنا اللي عملت كده. دي مشكلة كبيرة بقى، ودي محتاجة نوع من الإيه، من القراية كتير و والقرب من ربنا كتير فده يخلّيكِ في الآخر يحطِّك على تبقي أنتِ عندِك على الأقل الsense إن إيه، أنا ده لأ، ده حاجة قدرية تمامًا، ده حاجة مش بتاعتي. صح. يعني في ناس تقول لك إيه، ده أنا لو بِعت ما أعرفش السهم ده كان. مش كده، بمنتهى البساطة. ليه أنت أنا مش باتكلم دلوقتي وهو في الحالة حاليًا حالًا. إمم. لأ، أنا باتكلم في هو حاليًا حالًا لازم ياخد بالأسباب، لازم يذاكر، يشوف سعر السهم، لكن خلاص خلص الموضوع. ياه! ده أنا لو استنيت ثانية، الثانية دي مش بتاعتك إمم. تاني. فهي الناس لو استوعبت ده، أنا نفسي أوقات بييجي لي المشكلة تاني، تطلع لي تاني. يعني صح، صح. أنا I'm trying to manage it، بس هي مش مضبوطة 100%، لكن اتحسنت كتير عن زمان. يعني مش بتاعتي، تمام، أنا متأكد إن مش بتاعتي دي، يبقى أنا تمام. بالضبط. هابقى سعيد أول ما تقولي كده مش رزقي، مش بتاعتي، مش الموضوع ده ما كانش ليّا فيه. ده بيفرق فرق رهيب، صح. رهيب عن أمّا آكل وأقعد أنكد في نفسي.